self-taught artist أو فنان علم نفسه بنفسه. يعني ايه الجملة دي وازاي نوصل لها؟ أول مرة تشوفوني، أنا منى مصطفى، رسامة كتب أطفال ورسم ديجيتال، وأكتر حاجة بحبها إن أنا أتكلم عن مشواري في تعلم الرسم. في الفيديو ده هتكلم معاكم عن معنى self-taught artist أو فنان علم نفسه بنفسه، ازاي نوصل إن احنا كناس لسه بتبتدي تتعلم الرسم إن احنا نقدر نعلم نفسنا بنفسنا حتى على الأقل في الفترة الأولانية، وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نوصل للهدف ده، وشوية مصادر كده انا استخدمتها. اول حاجة خلينا نفهم يعني ايه فنان علم نفسه بنفسه. يعني هو دخل ينام المعلومات اتكونت في دماغه وصحي عارف كل حاجة وابتدى يرسم؟ اكيد لا. معنى self-taught artist ان هو ما راحش مثلا مدرسة بتعلم الرسم او ما راحش كلية رسم يتعلم الاساسيات بتاعة الرسم عن طريق المؤسسة دي ايا كانت ايه هي، لكن هو اتعلم مع نفسه كده، قعد في بيته، قعد في كافيه، قعد في الحتة اللي هو حابب يقعد فيها، وابتدى يتعلم من مصادر مختلفة عن المؤسسات التعليمية التقليدية. زي ايه؟ زي مثلا مصادر من على الانترنت او من الكتب. لما بنقول فنان علم نفسه بنفسه مش معنى كده ان هو ما اعتمدش على حد او ما اعتمدش على مصادر، بالعكس هو اعتمد على مصادر كتير، بس الفرق هنا ان هو اللي بيحدد ايه اللي يتعلمه وايه اللي يعديه ويشوفه في وقت تاني، وايه الحاجة او الموضوع اللي يديله وقت اكتر من موضوع تاني. يعني من الاخر كده هو اللي بيوجه نفسه، مفيش حد واقف فوق دماغه بيوجهه ويقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. اهم حاجتين في الموضوع كله لو احنا لسه بنبدأ وعايزين نعلم نفسنا بنفسنا: التعلم والتطبيق. الاتنين دول لازم يمشوا مع بعض. لو حاجة واحدة بس اللي اعتمدنا عليها مش هنحس بتقدم كويس. اول حاجة التعلم، لازم يبقى عندي مصدر للتعلم ايا كان ايه هو المصدر ده، سواء يوتيوب او سواء ويب سايتس بندفع فيها فلوس او سواء كتب، مش مهم المصدر، بس لازم يكون عندنا مصدر متأكدين ان هو موجود ومعتمدين عليه اغلب الوقت. المصدر ده هو اللي احنا هنعتمد عليه عشان نقدر نعلم نفسنا، وهو ده المصدر بتاع المعلومات بتاعنا. بس في نفس الوقت لو انا اخدت معلومات كتير 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 وما طبقتش حاجة من المعلومات دي كأني ما خدتهاش. يعني انا ممكن اتفرج على 100,000 يوتيوب فيديو او 100,000 كورس وادفع فيه فلوس، بس لو ما طبقتش الحاجات او المعلومات اللي انا باخدها من الكورس ده او من الفيديو ده، ولا كأني دفعت حاجة ولا كأني ضيعت وقت في فرجة ولا اي حاجة. بما اننا لسه في النقطة بتاعت التعلم والتطبيق، فخليني اتكلم معاكم عن مصادر التعلم. عندنا مصدر زي يوتيوب ده حقيقي كنز، عليه كمية معلومات غير طبيعية وببلاش. مشكلته الوحيدة ان هو ممكن يضيع الوقت كتير ومش مترتب، لكن لو احنا عندنا الوقت وعايزين نتعلم حاجة ما ندفعش فيها فلوس كتير لكن هندفع فيها وقت، فاليوتيوب ده احسن مصدر للتعلم بالنسبة لنا. اليوتيوب هتقدروا تتعلموا من ناس بروفيشنال، وهتقدروا تتعلموا كمان من ناس خبرتها جت من التدريب الكتير. كمان عندنا مصادر زي المواقع اللي بندفع فيها فلوس وناخد الكورس، او بندفع فيها بالشهر مثلا وبيبقى عليها اكتر من كورس، زي سكيل شير، زي دوميستيكا، زي كورس ستور في المواقع العربية، والمنتور برضو موقع عربي. المواقع دي حل مناسب جدا لو احنا ابتدى الوقت بتاعنا ما يبقاش كبير وعايزين حاجة تنجزنا بسرعة، عايزين نتعلم حاجة معينة وننجز بسرعة. مش زي اليوتيوب احنا محتاجين وقت كتير عشان نوصل للمعلومة، لا، دي المعلومة بتبقى جاهزة، انا عارف انا عايز اخد ايه، هدخل ادفع فلوس اخد اللي انا عايزاه وخلاص على كده. مصدر كمان مهم وهو الكتب مهمة جدا. يمكن كمان محتاجين ان احنا نمشي الفيديوهات والكورسات مع الكتب. مش لازم تكون الكتب ورقية يعني تكون ماسكينها في ايدينا، لا، ممكن تنزلوا كتب ديجيتال وتتعلموا منها عادي جدا. لما بتشوف الرسمة والتطبيقات بتاعتها بقى وهي مرسومة مش في الفيديو، بتقدر تركز اكتر على تفاصيل معينة ساعات بتوه منك في الفيديوهات والكورسات. طيب نقطة التطبيق، ازاي بقى اركز على نقطة التطبيق؟ نقطة التطبيق زي ما قلت لكم نقطة مهمة جدا، ونقطة التعلم مش هنقدر ان احنا نستفيد منها من غير ما نطبق. علشان نقدر ان احنا نستمر في نقطة التطبيق دي لازم نحدد لنفسنا كل يوم على الاقل في الاول وقت ولو صغير قوي، حتى لو نص ساعة في اليوم او لو اقل من كده مش مشكلة، بس لازم نلتزم ان احنا نطبق كل يوم حاجة من اللي احنا اتعلمناها دي.
ولازم نمشي ايدينا، والممارسة يا جماعة هي الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي هتطور من الرسم بتاعنا. كمان نقطة بتندرج تحت التطبيق هو ان احنا محتاجين نحدد كده احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. يعني احنا بنتعلم الرسم ليه وبنطبق ليه؟ عايزين نتعلم الرسم عشان نرسم مثلا بورتريه، علشان نبيع منتجات، علشان نرسم كتب اطفال؟ عايزين نعمل ايه بالظبط؟ عشان هو ده اللي هيمشينا في الخط ناحية الهدف بتاعنا. طبعا تطبيقات اساسيات الرسم زي النور والظل لازم نفهمهم ونطبق عليهم كتير. زي المنظور هو مجنني لحد دلوقتي بس لازم نتعامل معاه. لو احنا هنرسم حركة يبقى لازم نهتم بالاناتومي شوية، حسب برضو ايه الهدف بتاعنا لازم نرجع للاساسيات بتاعة الرسم. كمان حابة اتكلم عليها لو احنا لسه ناس مبتدئة وعايزة ان هي تعلم نفسها بنفسها الرسم، حاولوا يكون عندنا كوميونيتي او مجتمع نستفيد منه. انا عارفة ان لما ما نكونش من خريجين كلية فنية بيبقى صعب ان احنا نكون صداقات مع فنانين تانيين او ان احنا نتعرف عليهم اصلا، لكن السوشيال ميديا سهلت علينا ده جدا. انا عرفت فنانين كتير من على الانترنت وساعدوني حقيقي. كان في حاجات ببقى بسيطة قوي بس انا واقفة فيها ومش عارفة احلها ازاي، هم ساعدوني فيها لان هم جربوها ومروا بيها قبل كده. كوميونيتي مهمة حتى لو كانت قليلة، بس على الاقل حد يبقى فاهم احنا حاسين بايه او ايه الصعوبات او التحديات اللي ممكن نواجهها. ده هيدينا دعم كبير قوي. اخر حاجة عايزة اتكلم عليها هي المصادر اللي انا اتعلمت منها. انا في الاول اعتمدت اعتماد كلي على يوتيوب، اما ابتدى الوقت يكون متحدد اكتر بالنسبة لي ابتديت اروح لسكيل شير، ومن بعد سكيل شير ابتديت اخد كورسات بقى بروفيشنال اكتر مع دوميستيكا. خشوا على المواقع دي وشوفوا الكورسات اللي بتتقدم هناك وشوفوا التريلرز بتاعه الكورسات دي، وانتوا حددوا بنفسكم عايزين تتعلموا ايه. ولو عندكم مصادر تانية قولولي عليها، وقولولي بتعلموا نفسكم ازاي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، وتروحوا تعملوا فولو على انستجرام. اتمنى ليكم يوم سعيد. باي.